الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم على أصحابه فوجدهم يمدحون. وجد الحبيب أصحابه يمدحون ويقولون إن آدم صفي الله. سمع الحبيب أصحابه يقولون إن نوح شيخ الأنبياء، وسمعهم يمدحون ويقولون إن إبراهيم خليل الرحمن. سمع الحبيب أحبابه يمدحون ويقولون إن موسى كليم الله. رآهم وسمعهم يقولون إن عيسى روح الله. اسمعوا ما قاله الحبيب، قال: لقد قلتم فصدقتم، قلتم إن آدم صفي الله وهذا حق، وقلتم إن نوح شيخ الأنبياء وهذا حق، وقلتم إن إبراهيم خليل الرحمن وهذا حق، وقلتم إن موسى كليم الله وهذا حق، وقلتم إن عيسى روح الله وهذا حق. أنا وإني سيد الأولين والآخرين ولا فخر. أما إني بيدي لواء الحمد ولا فخر. أما إني أول من ينشق عنه القبر ولا فخر. أما وإني أول من يدخل الجنة ولا فخر. رأيتك تهوى آل طه وقد جاء الكتاب العزيز بالمدح فيهم. أنا لا أستطيع أن أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيهم. صلاة وسلاما عليك يا خاتم رسل الله. أحبتي في الله، ونحن في هذه الليلة المباركة ولأول مرة أسمع فضيلة القارئ الشيخ يوسف قراءة متقنة، بل وذكرنا بالزمن الجميل. أسأل الله أن يبارك فيه وفي صوته، صوت ملائكي، ولكن كنت أتمنى منه أن يمتعنا في أي سورة غير يوسف. كلما نزل علينا شيخ في هذه البلدة قرأ في يوسف، وإلى متى سنظل وراء يوسف؟ معذرة يا مولانا، تعالى دماغنا. فهو أوتي مزمارا من مزامير آل داود، قرأ من سورة الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولكن وقفت كثيرا تكرارا ومرارا وشرحنا يوسف وما حدث ليوسف. مش كده؟ الراجل بيقول تهوى لو ما كده خلص، تهوى لو. ولكن تعالوا بنا إلى سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. لما أن مرض رسول الله دخل عليه حبيبه أبو بكر ليعود الحبيب، ليزور الحبيب. لما أن نظر أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض حينما رأى الحبيب، وذهب إلى بيته مريضا، وشفي حبيب الله وسأل على
ابو بكر فرآه مريضا فذهب ليزور ابو بكر. اسمعوا ما قاله ابو بكر، قال: مرض الحبيب فعدته فمرضت لما رأيته، شفي الحبيب فزارني فشفيت لما رأيته. شفي ابو بكر لما رأى الحبيب. القارئ وهو يقرأ في سورة يوسف، والله انا لا اجامل احد، انا قاعد عين على السورة كله، اجيب من كده وابص كده، اقول لك حاجة فيها اعجاز. ايه الاعجاز؟ ان ربنا سبحانه وتعالى وكل بكل حرف من القرآن الكريم ملك، على كل حرف من القرآن الكريم. يا حاج عبد الله، حاج عبد الله ابو حسين، انت سمعت القرآن وخدت العزة واحنا احترمناك، تسمعنا، ما كانش كده تخرج. وحد الله. ربنا سبحانه وتعالى وكل بكل حرف من القرآن الكريم ملك. اذا قرأ القارئ او قرأ من يتلو القرآن بتؤدة وبطمأنينة جلست الملائكة يستمعون القرآن. ولذلك انا سعيد جدا كل السعادة. ازاي؟ حينما كان يقرأ القارئ ما فيش هيصة، ما فيش مرض. حتى انا سمعت واحد قاعد هنا بقول له عيدها تاني يا مولانا، ما سألش فيه، داس ومشي. صح يا مولانا؟ انت مش واخد بالك، انا قاعد واخد بالي. قال له عيد تاني يا مولانا الحتة دي تاني، ما عادهاش، داس ومشي. فيه بطانة تقعد قدام الشيخ ما بيقولوش الله 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 الله. ايه يا جدعان؟ مش كده يا عم الحاج محمد؟ القرآن الكريم اذا قرئ لابد وان تسمعه بقلبك قبل ان تسمعه باذانك. الحبيب صلى الله عليه وسلم همس في اذن فاطمة ريحانته صلى الله عليه وسلم. النبي جاب فاطمة وهمس في اذنها، تكلم في اذنها فبكت، وهمس في اذنها مرة اخرى فضحكت. فسألوها: يا ريحانة رسول الله، يا حبيبة رسول الله، همس اليك الحبيب فبكيت، ثم همس مرة اخرى فضحكت. قالت: همس ابي في اذني ان اجله قد اقترب فبكيت لاجل رسول الله، ثم همس في اذني وقال: انت اول لحوقا بي آل بيتي فضحكت للحوق رسول الله. هي اول واحدة تموت بعد مين؟ بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ماتت السيدة فاطمة بنت رسول الله، احنا النهاردة احنا بنشيع الجنازة تلاقي فيه واحد واثنين وثلاثة من الجماعة اللي عايزين يجاملوا ويقولوا قال الله قال رسول الله على المقابر. واحيانا ما تلاقيش حد خالص، ما فيش حد يدعي، مش لاقيين حد يدعي. لما ماتت فاطمة ريحانة رسول الله وقف احد المتحدثين المتكلمين على قبر السيدة فاطمة. قال ايه؟ بينادي على القبر: يا قبر اتدري من الذي سوف تدخلك؟ انها بنت رسول الله. يا قبر اتدري من الذي سوف تدخل في حضنك؟ انها ريحانة رسول الله. يا قبر اتدري من التي يغلق عليها بابك؟ انها بنت رسول الله. وعمال يجيب شمال ويمين، واذا بكل من كان يقف على قبر فاطمة يسمعون جميعهم صوتا يخرج من داخل هذا القبر: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هنا ما فيش حسب ولا نسب ولا مجاملة ولا رياء ولا سمعة ولا فشخرة. هنا
الكل سواسية حتى بنت رسول الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء اليه ميكائيل واسرافيل وعزرائيل وجبرائيل، 4 ملائكة الكبار، اسرافيل، عزرائيل، ميكائيل، جبرائيل، جوهم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي وقف على الباب؟ وحد الله. وقف عزرائيل والملك الاكبر جبريل مع عزرائيل. دخل ميكائيل واسرافيل على حضرة النبي صلى عليه: يا رسول الله، بالباب جبريل وعزرائيل وجئنا لكي ننفذ حكم الله. فقال الحبيب: مرحبا بلقاء ربي، مرى جبريل وعزرائيل فلينفذ حكم الله. يخرج اسرافيل وميكائيل من عند النبي، واذا بعزرائيل يقول لجبريل: استأذن حبيبي محمد. وانا اقول لحضراتكم ان الذي سوف تخرج روحه الان هو والدك، هو ابنك، هو اخاك. اسمع، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل جبريل لحضرة النبي: يا رسول الله، بالباب عزرائيل وجئنا لكي ننفذ حكم الله. قال له رسول الله: يا جبريل، مر ملك الموت فلينفذ حكم الله. فدخل ملك الموت على الحبيب صلى الله عليه وسلم واستأذنه بين الحياة والموت، ورسولنا خير بين الموت والحياة فاختار لقاء الله رب العالمين. واذا بملك الموت يقول للنبي محمد: يا ايتها النفس المطمئنة اخرجي الى رب راض عنك غضبان. وخرجت روح النبي، خرجت روح النبي، خرجت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجي ايتها الروح الطيبة الى رب راض عنك غير غضبان. وخرجت روح الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لولاه ما خلق الورى، لولاه ما خلق الكون، لولاه ما خلق السماوات والارض، والكون كله يعلم بان هذا هو رسول الله. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا. النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامدوا بعبد عصى للنار حيرانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. لا يسعنا إلا أن ندعو لفقيدنا، عل وعسى أن تكون هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر لفقيدنا وارحمه كله ولا تكن عليه، افسح له في قبره مد بصره. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم لا تخرجنا من هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.